شوف عبد السلام، احنا كي بار اكزومبل نقولوا لكم المروك، ولا نقول لكم انا والله ما نعيط لك المروك، انا نعيط لك، شوف انا نعيط لك مملكه مراكش كما كانوا يلقبوها قديما. انا خويا غنعيط لك، انا شوف هذا بالمصطلح السياسي دابا ديال 2024 غنغوت لك الجمهوريه الجزائريه، قبل المايك عبد السلام، الجمهوريه الجزائريه، حيت حنا كنحترموا. عبد السلام عبد السلام، شوف الله يخليك هذا كتاب مختصر في وصف الأرض والأقاليم والأقطار، تكتب في عام 1853. شوف صديقي، هنا وش يقول لك؟ هنا يوصف لك الأقاليم اللي كانوا في إفريقيا كامل، هي في شمال إفريقيا هي 5. شوف وش قال لك؟ اعلم أن إفريقيا الشمالية تنقسم إلى 5 أقسام: مملكة مراكش، إقليم الجزائر، مملكة تونس، وإقليم طرابلس، وإقليم مصر. شوف الجزء الأول في مملكة مراكش، قال لك مملكة مراكش تمتد على بحرين، وهما البحر الأوسط والبحر المحيط المغربي، وحدود هذه المملكة الأربع: أولها البحر الأوسط من جهة الشمال، ثاني بر الجزائر من جهة الشرق، ثالثا بلاد الصحراء من جهة الجنوب هي الصحراء الغربية، رابعا الرابع بحر المحيط المغربي من جهة الصحراء الغربية. ما تزورش التاريخ يا صاحبي، الصحراء الجنوب يا ودي، الصحراء من الجنوب. وين الصحراء تبدا في طنطان وتجي مهبطة. واش راك تهدر يا ودي؟ الصحراء تبدا من طنطان وتجي هبطة صاحبي. واش راك تهدر هذا يا صديقي؟ فهمت؟ دوك سؤالي ليك عبد السلام، دوك هذا الكاتب هذا اللي كتب الكتاب هذا في 1853، علاش ما قالش مملكة المغرب بار اكزومبل، والله المملكة المغربية، في حين وصف كامل كما نقولوا كامل الأقاليم اللي كانت في شمال افريقيا بمسمياتها، سمى الجزائر، سمى تونس، سمى طرابلس، سمى مصر، يعني كل واحدة سماها بالاسم تاعها. علاش نتوما ما قالش بار اكزومبل مملكة المغرب؟ تقدر تجاوبني عبد السلام؟ راه سمى بالسميه ديال المدينه العاصمه السياسيه. واش دابا كاينه مملكه؟ علاش ما قالش؟ علاش شنو السياسيه يا راجل؟ علاش ما قالش مملكه مراكش؟ راه العاصمه السياسيه هي مراكش. علاش ما قالش المملكه المغربيه؟ علاش ما قالش المملكه المغربيه؟ تونس راه كانت عاصمه تونس حاليا، هي تونس حاليا. الجزائر اللي كتبقى هي الجزائر حاليا. ما كتفهموش، تعرفوش تقراو المعنى، غير كتفسروا داك اغلق المايك. راه القرار السياسي كان في مراكش من هاد المرابطين ماشي عندنا. يغلق المايك. الصيفيه درنا فوق التراديكسيون. وخلينا نسولو حتى حنايا، هذا اللي طلع. عبد السلام بشويه حكمكم الاتراك يا عبد السلام واحد بلي غير شحال حكمتكم اسبانيا واتراك. معليش حكمونا، اسمعني برك، معليش بشويه ماشي مشكل. عبد السلام 600 سنه عندك دابا ديال فقدان الهويه. كونستانتين بلوتو عبد السلام، راك لو كان تبقى تقاطع في الناس راح تجبرني باش نهبطك. ما تقاطعش الناس اخويا وتكلم كيما كتبنا المغرب بالعربيه وامتحنا بالفارسيه وبالتركيه باش نسمعوا ابراهيم اللي طلع معنا. وي التركيه نترجموها للتركيه، اسمح لي، ولا الفارسيه. تركيا كيقولوا فاس. شوف قول هضرك هاي ليك المغرب كي نترجموها للفارسيه نلقاوها مراكش. هاي ليك روح تشوف ترجمها لنا للتركيه. اسمع مراكش نزيدوا تركيا كيقولوا فاس، انا نقول لك فاس. صح. هذوك نزيد نعطيك واحد الدليل. قول لي خليني نجاوب علاش يقولوا لنا فاس بعدا. والله دقيقه برك، قول لي الانجليز خليني بلاتي نجاوب على فاس. اصبر برك صاحبي. الدوله العثمانيه اللي كانت كتحكم الجزائر هبط علينا الجاكيطه الحمراء. راه جاو داو عندنا جاكيطه يا ودي وش يقاطع هذا يفرزطنا باطل عبدو والله يفرزط. هي قسطنطين، المغرب هي فاس. خلاص اخرتي روح اكتب لي الجزائر. بما انه هبط، اكتب لي الجزائر.
اكتب الجزائر. شوف بما انه هبط راح نسالك استاذ. خلينا نسمعوا ابراهيم دقيقه برك نشوفوه قدامنا. السلام عليكم ابراهيم. ابراهيم شالوم يرد عليك. نعم خويا العزيز. نعم اصبر ترى نشوفوه. دابا المصطلحات التقنيه المستعمله للتعريف ببلد او بحدود في ذلك العهد في ذلك القرن يعني ليس كما هو الان. يعني المصطلحات المستعمله والتقنيات المستعمله والكلام التي يتداوله المؤرخين آنذاك ليس هو الآن، ليس كالآن. مراكش فعلا المغرب معروف بمراكش، يعني مراكش ليس المدينة ولكن مراكش من طنجة إلى تخوم الصحراء كما أعطى لنا هذا الأخ كان في الحدود ديال مراكش كما قال. يعني أن مراكش وأيال الجزائر وعدد كبير من البلدان تعرف بأسمائها اليوم كما الدول الافريقيه. الدول الافريقيه كاين فولتا العليا ما فولتا العليا، كاين الفولتا السفلى. اسمح لي يا خويا، كاين الفولتا السفلى ما في بحال، كاين اسمح لي يا خويا العزيز، كاين عدد كبير من الدول في افريقيا وفي العالم العربي يعني تغيرت اسماؤهم. يعني كاين المشرق كان موحد، كاين العالم العربي تيقولوا العالم العربي والاسلامي. فهمتيني؟ يعني هناك اشياء تتخذ وجوجل اسمح لي وجوجل وما يطلق جوجل ليس مقدسا. هناك مؤرخين يكتبون في ذلك العهد بكل يعني وبكل صدق. وهذا ليس عيبا. حتى المغرب بمراكش في العهد القديم هذا معروف. بارك الله فيك. دقيقه برك نسال الصيفي، تقدر تيليشارجي لنا كتاب الاستقصاء للناصري الجزء الاول روح للصفحه 127 كتاب الاستسقاء للمغرب. ماشي الاستسقاء، ماشي الاستسقاء، الاستقصاء. الاستقصاء. عاود الاستقصاء في اخبار المغرب الاقصى شكرا يوسف. ابو قاسم الناصري. صح. روح الجزء الاول. اصبر دقيقة. لا 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 هذا خاطي. اعطيني اسم الكاتب عاود لي تشوفه قسطنطين. الناصري. اكتب برك الناصري. ابو قاسم الناصري. صح. وليك الجزء الاول روح لي للصفحه الجزء الاول. هذا الجزء الاول. روح الصفحه 127. هذا الجزء الاول. روح للصفحه 127. هذا بدي يعطيك غير 100 صفحه برك. اصبر نعاودو نتيليشارجيو. اصبر. هذا مؤرخ الدوله العلويه الخوتيه، كتب الكتاب في 1890. والله يا مرار كنا متسلكون على بالك. هذا سي نورمال باسكو الا بغيتو حيت تقلبوا في التاريخ ديال دول اخرى مادام ان لكم تاريخ يعني غامض جدا. انا نعطيك من عندك. انا هضرت لي على راه من عندنا يعني ان بلدنا غنيه بتاريخها. شوف الغناء غنيه بتاريخها اسمع نكمل لان بلدنا غني بتقاليده وبسلاطينه وبمآثره. فهمنا وعدد كبير من الجامعات في امريكا وفي اوروبا يتحدثون بارك الله فيك. شكرا. خليه يقرا لنا. اسمع السلاطين الذين حكموا المغرب. دقيقة برك، اسمح لي دقيقة برك. اسمع ما تقاطعوش، خلوه يهضر كما يحب، ماشي مشكل.
ما تقاطعوش، خلوه يعبر على شعوره. هما كيديروا كيستفزوا بهذه الطريقه ديال القطع ما تحاولوا ما امكن باش لا والله ما مقلق السي عبدو قسما بالله ما مقلق، الا اننا يعني اننا كاينين موجودين وحاضرين بتاريخنا وبتقاليدنا وبكل ما يتعلق بمعيشنا. هذا السيد يقرا. اسمع شوف خلي شوف هذا الشيء اللي كديروه باش تطلعوا وتقراوا هادشي، راه غادي نطلع لجوجل، غادي نشوف لكم المدن ديالكم وغادي نشوف لكم العيال الجزائريه كيفاش العيال الجزائريه كيفاش نشئت. ابراهيم نتكلموا على العيال الجزائريه، حنا دركا ماناش نتكلموا في كلام عشوائي. انا كي نجيب لك اسمح لي دقيقه، انا كي نجيب لك كتاب في 1400 في 1600 ومؤرخ، والمؤرخ هذا يكون مغربي ولا يكون من يعني ما كانش كاين خلاف بيني وبينك، ما كانش كاين هاد المشاكل هذه، هذو مؤرخين يكتبوا وتقريبا هذو كتاب تقريبا. انا نأيدك في الراي انه كل كاتب كاين اختلافات في الكتب وكذا ومنها، بصح كي نرجعوا لابد علينا واش تحب نهضروا هضره تاع قهاوي، هنا نهضروا في هضره من مكتبات ومن مكاتب ومن كتب ومن كتاب. هذا باريزون الكتاب هذا صحيح ولكن ربما هذا الكاتب غلط، انت عندك معلومه او مؤرخ صحيح عبدو، ولكن نحن مؤهلين دقيقه باش يفهم برك حاجه برك، والله غير لك الكلمه مباشره مورا. انا نقدر نتكلم كما كان يتكلم عبد السلام كذا منا رانا نتكلموا بكتب وكذا على الاقل فيه نوع من ما نقولش العلم ولكن نوع من الثقافه. هذا ما كان ما يساعدكش. اما انت تقول لي كان عندي تقاليد، وكانت عند كل دول العالم وكل شعوب العالم، حتى اللي ما عندوش دوله عنده عادات وعنده تقاليد لو بلو نورمال. ولكن اين تستمد هذه التقاليد وهذه صحيح قاعد تهضر. اني نهضر لك في الكاتب هذا المؤرخ هذا راهو مؤرخ القصر، جابوا الحسن الاول هو اللي أرخ. اقرا لنا السطيفي. اي شوف صح باه نختصروا قال لك هالا ثم هذا المغرب يشتمل، هذا المغرب يعني لا الوطن تاعنا هذا كيما راه يشتمل على 3 ممالك. تبع مليح 3 ممالك. مملكة إفريقية اللي هي تونس، وهي المغرب الأدنى، وقاعدتها في صدر الإسلام مدينة القيروان، وفي هذا العصر مدينة تونس يعني تونس العاصمة. وسمي الأدنى لأنه أقرب إلى بلاد العرب ودار الخلافة بالحجاز. ثم بعد إفريقية مملكة المغرب الأوسط، وقاعدتها اسمع مليحة تلمسان وجزائر بني مزغنة. وهذه المملكة اليوم في يد الفرنجة. فرنجة ولا فرنسا ملكوها في سنة 46 و100 وألف، وأهلها مسلمون. ثم بعد ذلك مملكة المغرب الأقصى، وسمي الأقصى لأنه أبعد الممالك الثلاث عن دار الخلافة في صدر الإسلام. وحد تبع مليحة هذا الأقصى من جهة المغرب البحر المحيط، ومن جهة المشرق وادي ملوية مع جبال تازا، ومن جهة الشمال بحر الرومي، ومن جهة الجنوب جبال درن. قاله ابن خلدون. يعني وراهم صبروا نشوفوا دقيقة نجبدوا جوجل ماب خاوتنا يفهموا. نديروا واد والله مؤرخ القصر خاوتي. هاوليك واد ملوية راك تشوف فيه وين جاي. هاوليك واد ملوية، يعني هادو كاملين حتى لهنا حتى للناظور. لا استغفر الله ربي، حتى لو اسمها واد ملوية طنجة حتى لهنا. ماناش نضحكوا صاحبي. حتى يعني السعيدية، السعيدية بركان السلاطين المغاربة مع العثمانيين. معليش دقيقة برك، ماشي العثمانيين اصاحبي. لا مع العثمانيين مع الخلافة. انتم متابعين الخلافة ديك الساعة وانتم مازال والله يا خوتي سمحوا لي دقيقة. لا عبدو دقيقة ربي يحفظك دقيقة.
ابراهيم علاش عيب كي تكون اياله تابعه للخلافه الاسلاميه، الخلافه العثمانيه؟ يعني أن ليس لكم حديثا أيا فيما ما قامت به الخلافة آنذاك، يعني أنتم خلاص جاوبني، يعني هل هو يعني عيب؟ هل هو عيب؟ لا ماشي يعني عيب، ينقص من التاريخ تاعك؟ عيب نو ماشي ينقص من التاريخ. أنا ما تساويش عثمانيين باش ينقص لي من التاريخ. باسكو انتم كثرتوا على موسمكم، كل ما نهضروا معاكم كل ما نتناقشوا معاكم تقول لي اياله كنتم اياله عثمانيه. على تاريخ بلادك اللي ما عندكش تاريخ، اسمعني كتقلب على التاريخ تجبد اي حاجه معليش ابراهيم دركا الا راك حاب تراوغ انا ما تقدرش تراوغ. لا ماشي كنراوغ، هادشي اللي كنت كنراوغ. انا راح نسالك انتم دابا علاش بالناط وهاد الخرائط؟ معليش هذه راني انا نسال واش بيقولوا تقولوا لنا زعما راكم كاينين؟ راه ما كاينينش. انا نسالك يعني الخلافه العثمانيه هي اللي دارتكم وبعدكم لفرنسا كي تبدا تهدر كيما هكا تحتمني اني نقطع لك المايك هكذا، لانك انت راك تهدر باش تهدر. اذا كان حنايا كيما راك تدعي انت وراك تقول بعثنا لفرنسا الى غير ذلك، اعطيني انت ملك واحد من عهد ملوكك مغربي منذ ان كانت هذه الدوله هذه تاسست، واحد امازيغيين ان تقوم ماهمش امازيغيين. ياك محمد السادس، ياك محمد اسمح لي ياك محمد السادس يقول جدي رسول الله هذا في المغرب. شوف المغاربه يقبلون اي رجل صالح من المدرس الاول. شوف هادو عندهم تاريخ. كلامه صحيح عبدو. قال لك يقبلون باي رجل صالح. الله انا ثاني صالح غدوه روحوا ديروني مالك عندكم. انا ثاني رجل صالح ولا غير رجل صالح ديرني مالك عندك غدوه. انا طيب هذوك الجبال اللي قال لك عليهم الحدود تاعهم الغربيه واخرى الجنوبيه وين؟ جبل درن وانت تاع السوس هذيك هي الحدود التاريخيه تاعهم. شكرا يوسف خويا الله يرضى عليك، مشكور زاداش. ودرن جنوبا جنوبا يصب في المحيط. اصبروا لي دقيقه والله. واحد اشفاو برك معايا يا جماعه. واحد قال لك خدعه الحرب والاخر يقبلون بكل رجل صالح. يا ودي عبدو راكم هنا خوتي نحترمكم ونقول لها كلمه واحده اخرى مقود. انا شغل نتبع مع سطايفر شغل يعطي معلومات صحيه. هذا شغل زعما دخلها بواحد الصفه زعما شغل انسان ما شاء الله، بصح من بعد قاعد يتبهدل. الله على كلمه كمل اسياف. وين الجبال؟ جبال درن والله ما حبيت تخرج لي في الجوجل ماب. خرج لك جبل درن لانه ما تطلع لكش. هي شوف هي اللي نعرفه انا، شوف اللي نعرفه انا هي هاي ليك الحدود تاعهم. اسمح لي تشوف مع الواد هذا مع طاطا. لا استغفر الله ربي. اصبر تشوف اصبر توصلوا عندهم. اكتب واد سوس اصبر لي اعطيني سيدي افني والراي برك. مش سيدي افني واد سوس. راي عند صبعك. وين كنت افني؟ هاي ليك سيدي افني فوالا. توصلوا الحدود تاعهم جاي هكذا. هاي ليك هكذا وتجي تعاود تطلع لفوق. غلطين بكل. لا سيدي اصلا ما عندهم علاقه بالصحراء. واد سوس اصبر تشوف واد سوس. هذا هو واد سوس. هذيك هي تحكي هنا. هذيك هي الجنوبيه تاعهم اكزاكت. يهضرها ليون افريكان يقول حدود مملكه مراكش هي واد تاع وصف افريقيا. فوالا كبير. انا حاط انا عندي في لاباج. تحب تقراها روح اقراها. لا قريتها. واد مملكه مراكش. الاخر يتحدث على مملكه مراكش. كتاب افريقيا تاع مرمور كربخال. روح قراها طيبها واد سوس. والله سامحني خويا كونستانتين، غادي دوكا نولي ندور عليك ونزعف منك انت. نورمالمون كيما هاد المراجع التاريخيه خويا بارطاجيهم لنا، زيدوا تقفونا خويا. بارطاجي يا بنزو. خش الباجا تاعو تشوفه.
ما كاينش تفاعل برك. لا لي زالجيريان نتبعو تاع كبس لا ماشي تبع. انا بالعكس كما نقولوا هاد الامور كما قال الثقافيه انا ما يهمنيش في المروك ولا كما قال عياشه ولا بالعكس. انا نحوس على حاجه اللي شغل تبين التاريخ نتاعنا والارض الاصل تاعنا كعرب وكمسلمين كل شيء. بصح الفكره عباك باللي ما صافي بليزير قسما بالله. اسمع شوف عندهم جينيرال فرنسي اسمه جورج كاتورو. جورج كاترو. جماعه كاين واحد فاتح المايك روتور عنده. شوف جورج كاترو هذا محمد جورج كاترو هذا داروا معاه انترفيو في لو موند لو 7 مارس 1957. واش يقول انه ملك مراكش ولا سلطان مراكش لا يعرف حدود الجنوبية لبلاده، بل أكثر من ذلك. في 1934 وصلت حدود مراكش ولا حدود موروكو إلى واد الدرعا في سابقة في تاريخ المملكة هذه تاعهم. هذا تصريح تاع جنرال فرنسي كان عندهم، ماشي جورج كاترو هذا هضر مع اللال الفاسي هذاك، بقى يهضر هذاك على اللال الفاسي قال له هاي الحدود. قال له انا كنت حاضر وها شكون اللي في 1912 كي جا اليوطي، ها شكون اللي هضر لنا، ها شكون اللي هضر لنا الحاكم تاع وجده اسمه فارني، لو جينيرال فارني اللي دار خط فارني هذاك. يا ولدي ويجي يهضر معاك ويكذبك بدون مصادر. احنا نعطيهم في المصادر بالمئات وما راحوش يقراوهم ويجيو يطلعوا معنا القسط وما يحشموش. اول مره يوصلوا لواد الدرعا السطايفي في 1934. بصح اسمح لي يا كونستانتين نتخالف معك نوعا ما في هذه النقطه. علاش؟ لانه هو ثاني يقدر يقول لك كان ديغول يحكم في الجزائر وكان بيجو وكان فلان وكذا ومنه ويذكر لك، وكانت حتى مدن جزائريه مسمات على اسامي جنرالات فرنسيين الى غير ذلك. ثم نقدر نقولوا احنا ربما نعترفوا بهذه الامور لانها كانت حقبه تاع استعمار، ما كانش حقبه تاع حمايه. اما هو يقول لك لا ما كانش منها هذه الهضره وحنا كنا والملك وهذا ومنها اللي ما فهمتش. يعطينا السياده. شوف عبدو هما في 75 كيحطوا القضيه تاع الصحراء الغربيه وجابوا هذوك البيعات ويكذبوا. كاين كذبه في حتى البيعات تاعهم، لانه راحوا جابوا الشيخ ماء العينين اللي كان في واحد المنطقه اللي جاو منها العلويين تافيلات، كان هو ولاه على تافيلات. والشيخ ماء العينين كان هو موريتاني ماهوش صحراوي. راكم فاهمين اخوتي؟ هو اللي انا معاك. هذه معروفه بلي موريتاني هو ماشي صحراء من الصحراء. وحطوا في تافيلات وهما حطوا الدوسي تاعهم على اساس هذه الحكايه، انه شوف هذا صحراوي او كان ولاه وكان. وهي واش قالت لهم المحكمه العدل الدوليه؟ غير الروابط هذه الدينيه لا تعني السياده. درك حنا مثلا هما نروحوا في تاريخهم في عهد الدوله الوطاسيه، كانوا علماء الدوله الوطاسيه كيصليوا بالجمعه يدعيوا للباب العالي في اسطنبول. الدعاء يدعيوا للخلافه. كيفاش يدعيوا لماش؟ يدعيوا للخليفه العثماني في اسطنبول في الباب العالي. راك فاهم؟ دركا ماشي معناتها انها تسود سادة الدولة العثمانية انذاك هناك. السيادة هو انك مثلا هذيك البلاد كانت عندك فيها مؤسسات تاع الدولة، مثلا ضرائب، حاكم، هادو بكل لازم باش يعطيوك السيادة. هما ما عندهمش هذه في الصحراء، ما عندهم فيه حتى بلاصة،
هذا ما كان. على هذيك يتخربط لهم، لانه هذا المخزن دار لهم واحد التغييب في الفهم القانوني للاشياء غريب جدا، رجعهم يعني اميين. لاش حتى وحيد قاريين هكا تهضر معاهم تصيب ما يفهموش القانون الدولي. باش ما نديرونجيهمش بالموسيقى، كي تشوف انت بلاد في 2024 تشوفهم يروحوا للقبب هذو وداي معاه معنا باليش دجاجه وسردوك وعتروس وكذا ومنه يذبح فيه، وبحمايه تاهنو الشعوذه يطلع لك اللايف ويقول انا، ويدير لايف بصوت وصوره نشتوه، تقدروا تكتبوه هذا ابراهام وطلوا عليه وانا ندير كذا كذا من ارض المغرب. وتشوف انت الزاويه الكركاريه هذه اللي مانيش عارف كاع واش من دين جابه لهم فيها جديد. هذا ان دل على شيء يدل على تجهيل الشعب، حب يخلي. وتشوف انت وحده تروح مسكينه شابه صغيره للاسف الشديد دخلوا لها في راسها انها كي ترمي ملابسها الداخليه راح يكون عندها الحظ في الزواج. هنا تفهم باللي راهو حاب يخلي الجهل. وتشوف انت واحد الجانب واحد اخر اللي هو الحرس الجمهوري تاع بليتو كما نسموه احنا الحرس الجمهوري والحرس الملكي تاعهم. تشوف في اللبسه تاعو لي كولور تاع فرنسا، تشوف باللي اغلب الناس اللي في الحرس الجمهوري جايين كحلان. تشوف انت باللي عنده في القصر الملكي عبيد العافيه، مسميهم عبيد العافيه، هذا باش يحافظ على الطابع تاع العبوديه الى غير ذلك من الامور. هنا تفهم باللي راهو حاب يخلي هذا الشعب، هذه الدوله هذه حابه تخلي هذا الشعب فيه نوع من الجهل، فيه شغل كهنه امون، ميم ستيل تاع كهنه امون. الجهل يامن باللي محمد الخامس كان في القمر، يامن باللي ما على باليش بزق في ريزيرف، سمحوا لي على اللفظ يعني تفل في ريزرفوار طياره ما طاحتش. واش تفهم هنا؟ تفهم بوكو تشوز. تفهم باللي هذه الدوله هذه اكسبري مخليه هذه الامور باش يبقى الجهل وباش تبقى الناس امن بالبدع، بالرغم من انه هذا الشيء موجود نوعا ما في الجزائر تاع السحر والشعوذه، ولكن ماشي محمي من طرف الدوله، بالعكس القانون يعاقب عليه. انت راك تحمي في الجهل يا سي محمد، وراك تخدم على الجهل اللي هذا السبب. يا عبدو عطيك هنايا حاجه، درك مخك يدير كاين الصوت عندك الموسيقى. باردون. واحد راقد من بعد 6 قرون ونص راقد هاك شاخر نامو قال لهم يا جماعه البلاصه هذيك تصيبوا القبر تاع ادريس الاكبر وادريس الاصغر، ها من القبوره تاعهم هذه في وقت الدوله المارينيه. هيدو ويدركا يكونسيديريوه كي يروحوا لتما يزوروه يقولوا عليه حج اصغر، بمثابه حج اصغر. اون دي هذيك تاع الحج راني شفتها. ونزيد لك واحد العبسه واحده اخرى اون 2023 ولا 24 واحد في هذوك الجبال تاعهم واش يقول؟ قال لهم يا ودي كاين واحد الكنز وكذا ومن هذيك الدوار كاع كومبلي رحل معاه حتى نجاه العسكر خرج ليه ولاو يبهدلوا فيه قدام الناس وقيلا قاعد دخلوه للحبس. واش اخبارك؟